انا مرمر. انا النهارده معاكم في محل ست الحسن. محل ست الحسن في كل الماركات اللي ممكن تتخيلوها يعني. ده اول فيديو ليا هصور فيه ان شاء الله، وان شاء الله في يعني في الفيديوهات الجايه هصور ماركات كتير ليكم. انا النهارده هصور لكم ستاند كريولان. طبعا الطلب مني كتير جدا جدا، فاسفه على التاخير. هو ده الستاند، ومعانا مدام ايمان صاحبه المكان، هي اللي هتكون معانا النهارده. طبعا بشكرها جدا ان هي هتضيع من وقتها وعشان يعني تفهم البنات وكده. مدام ايمان ازيك يا حبيبتي؟ حبيبتي الحمد لله. البنات بيسلموا عليكي، واكيد دلوقتي مبسوطين يا رب الفيديو يعجبهم ان شاء الله. ان شاء الله. عايزه اقول لكم كمان ان العنوان بتاع كريولان بتاع ست الحسن هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن، الصفحه على الفيس، وكمان هسيب لكم ارقام التليفون وكمان العنوان وكل حاجه. يعني لو حبيتوا بقى اي حاجه اتصلوا او تعالوا او تعالوا طبعا المحل. تمام. يلا يا مدام ايمان براحتك بقى، ابتدي زي ما انت عايزه. خلينا طبعا في اول ستيب بتحصل على في براند كريولان بيبقى طبعا ميك اب خطوات. وميزه كريولان هو موفر كل خطوه فيهم. تمام. من اول برايمر للفاونديشن، اللوز باودر، البلاشر، الشادو، الكونتور، كل الكلام ده موجود في كريولان. انا هتكلم بشكل مبسط طبعا عن الايتمز لانها كتير قوي. تمام. وانا تقريبا عندي حوالي 95% من الايتمز دي موجوده عندي دلوقتي. اوكي. نبتدي باشهر ايتم موجود في كريولان، طبعا السوبرا كولر اللي هو ده. ايوه. ده يعتبر اشهر ايتم فيها. معظم الناس بتستعمله، البنات بتحبه، وحتى الميك اب ارتست كمان بيشتغلوا بيه. تمام. ميزته ان هو بيناسب بشرات كتير، منها طبعا البشره الجافه والبشره العاديه، لكن البشره الدهنيه الى حد ما هيبقى صعب انها تستعمله، هيبقى ليها حاجه تانية موجوده في كريولان. ماشي. تمام. طيب. هي الخامه هنا طبعا بتبقى ميزه السوبرا كولر ان انا مثلا ده لون فاونديشن، ده درجتي. اوكي. اقدر اغيره في كريولان، اقدر استعمل الماركه دي 4 درجات او 5 درجات. دي ميزتها عشان عامله اختيارات كتير جدا في درجه الفاونديشن. تمام. اوكي. يبقى فيها اللي على بيج، فيها اللي على روز، فيها اللي اقدر اعمل بيها كونتور. ده بيبقى خامتها ناعمه جدا. ايوه. وسهل في التوزيع. طبعا احنا المفروض ان التوزيع بتاعها بيبقى طبطبه او بلاندنج او بالسبونج، لكن بحط نقط بايديا ووزع بالسبونج او عن بلاندنج بيه. تمام. ده بيبقى طبعا التستر. العبوه نفسها بيبقى شكلها مختلف. ده حجم العبوه او شكلها كمان بيبقى مكتوب عليها الاسم بتاعها، وبيبقى عليها طبعا كل واحده بتبقى عارفه الدرجه بتاعتها ايه. اوكي. لما باجي افتح بيبقى ليها طريقه فتحه معينه كده ان انا افتحها. تمام. وابتدي اشيل البلاستيكه والشمع اللي عليها وابتدي احط بيها. اوكي. طبعا كميتها كبيره جدا، هي 30 جرام. تمام. بس هي دي عشان مضغوطه. تمام. يعني هي دي الدرجات بتاعتها كلها. اوكي. طبعا في الوان خلصانه. ماشي. لان كريولان كان عمل قط قعد مده مش موجود، ولما نزل حصل عليه سحب عالي جدا يعني. ايوه. تمام. حلو ده. ودي العلبه بتاعتهم يا بنات. خلاص. اوكي. طيب سعرها كام مدام ايمان؟ حاليا 400 جنيه، لكن تمام. للاسف هو كريولان في طريقه للزياده حوالي 20% خلال ايام. لا والله. حلو ده. ما كل حاجه ذاتي اصلا يا مدام ايمان. الميزه عندي هنا الاساسيه مرمى، نسيت اقول لك، كل البراندات اللي انت شايفاها عندي دي بشكل اساسي في خصم. ماليش دعوه بسيزون، ماليش دعوه باوكازيونات، ماليش دعوه باي حاجه. انا عندي خصم اساسي على البراندات كلها. طب حلو ده. تمام. وده بشكل اساسي. وعميل ست الحسن معايا متعود على ده، لان احنا بقالنا 20 سنه موجودين ما شاء الله. فعارفين ان منين ما تخشي في اي وقت، غير طبعا العروض الزياده اللي بتحصل في مواسم معينه يعني. بيزيدوا، بيبقى فيها عروض حلوه قوي بتبقى عندي. يعني اخر عرض كان عندي لسه خلصان بتاع المذر دي. العرض جاي بقى هيبقى في الكريسماس كده، وعندي الفالنتين والمذر دي والكريسماس، وهم بقى هيتابعوا الصفحه وحضرتك بتنزلي صح؟ ماشي. نبص على تاني. نيجي بقى عندنا هنا ده طبعا فاونديشن، عرفنا ان هو كريمي. هنخش على الباني ستيك. اوكي. الباني ستيك ده خامته اقوى شويه. يعني انت حاسه وانا كنت بجرب ده هتلاقي ان ده ناعم، لكن ده وانا بفرده كده بياخد مجهود شويه، لانه هو اتقل اقوى. تمام. فالخامه بتبقى اقوى شويه، بتناسب طبعا البشره الدهنيه جدا. يعني ده يناسب البشره الدهنيه دايركت، لان هو بيعمل فول كفر وثباته بيبقى عالي جدا على البشره. طب الجافه والعاديه لا؟ صعب. تمام. طب ماشي. لكن ده بيبقى افضل كتير. هي السوبرا كولر زي ما قلنا هتبقى للجافه العاديه احسن كتير. ماشي. وده بيبقى شكل عبوته كده. اوكي. طبعا في بنات درجات كتير فمش هنعرف، بس عشان الفيديو ما يكونش طويل. بيبقى زي الستيك كده بالشكل ده. تمام.
ده شكل العبوه يعني ده البشره الدهنيه. ماشي. طبعا كل درجه عليها الرقم بتاعها. تمام، حلو ده. يعني انت بتيجي تختاري من هنا الدرجه بالظبط، وبعد كده مدام ايمان بقى بتجيب لك العبوه بنفس الاسم والرقم. ايوه بالظبط. يعني مثلا هنا اهي اي اف 85 ده الرقم، لو طلعناه من هنا من على الشارت هنلاقيها اهي اي اف 85. ايوه عشان بس يكونوا عارفين. ماشي يا حبيبتي خلاص. طب ده نفس السعر؟ ده انتل ناو 350. 350 ماشي. اوكي. نخش على ايه؟ نطلع فوق شويه. دي الديرما كوموفلاش. ايوه كوموفلاش يعني حاجه بتخبي او بتداري. تمام. ده بنستعمله امتى وليه استعمالات الحقيقه كتير جدا. اوكي. استعمال رئيسي والدكاتره اللي بتكتبه تخيلي يا مرمر في ايه؟ الناس مرضى البهاء. مرضى البهاء اللي بتلاقي الجسم مبقع او الوش مبقع او الايد مبقعه. بتكتبوا ليهم؟ تخيلي. بيقولوا لهم على حاجه زي كده علشان ده كوموفلاج، هو مش علاج، لكن ميزته انه بيخبي المشكله، لان للاسف اللي بيبقى عنده بهاء ده بيبقى عنده مشكله جامده جدا، لان في حتت فاتحه وغامقه. ايوه ده بيعادل تماما اللون. عشان كده الدرجات دي موجوده كلها. بختار على حسب شكل المشكله اخد اللون المناسب. المشكله لازم اعمل تيست. يعني ساعات بيجي لي عرايس عندها مشاكل في حتت فاهماني، فلازم اخلص المشكله دي وبنجرب. يعني ممكن اشيل واحط لغايه 10 درجات عشان اوصل للون مظبوط اللي يخلي لون الجلد الطبيعي زي لون المشكله. حلو ده. الميزه فيه بقى بيداري جروح، بيداري حروق. يعني دي ميزته، لانه كفره قوي جدا، وده ما ينفعش اسحبه. يعني ما ينفعش احطه واعمل كده. ده بيتحط بالضغط. يعني انا عندي لون اهو قاري اخضر، بعمل كده بالطبطبه. تمام. بداري اللون لكن ما بسيبش الشكل طبعا كده. ايوه بسيح عليه حاجه تانية ويعمل بلاندنج بيها، خلاص المشكله انتهت. ده ممكن يتنزل بيه ميه لان واتر بروف، ما بيتحركش من على البشره او على الجسم، وعندي رجاله بتستعمله والله. يعني دي من الحاجات الممتازه جدا. وفي طبعا درجات كتير زي ما انتم شايفين، الفاتح والغامق وكل حاجه، يعني كل الدرجات موجوده. طيب العلبه بتاعتها ايه؟ بالشكل ده. هو بيبقى جير كده، حجمه 30 جرام بالشكل ده. تمام كبير. على فكره احلى حاجه في الكريم انه بيقعد. انا عندي العملاء تتفاجئ، يبقى مثلا ابوها قاعده معاها سنتين وتيجي عشان تشتري تلاقي السعر الضاعف. ايوه فاقول لهم يا جماعه انتوا واخدين حاجه ثمنها فيها، ده بيقعد مده يعني. ايوه تمام. عايزه اقول لك يا مرمى ان ابتدى الميك اب ارتست ياخدوا استعمالات تانية ليه دلوقتي، ان هو ممكن لو في مشكله في الحاجب وانا عايزه اغير شكل رسمه الحاجب، بيتحط ضغط بيداري ويعمل او لو واحده عامله مثلا تاتو وعندها المشكله دي فعلا بتتحل بيها. في كمان ساعات تحت العين بنبقى عايزين الوان اضاءه، فبنتحط حاجات مصفره كده. عارفه اللي هي بتعكس في اضاءه التصوير. اللون ما يتحط عشان تحسي ان هو بيدي على بالظبط. بيعمل اللوك ده. فدي من ضمن استعمالاته برضو. اوكي حلو ده. طب سعره كام؟ ده عامل 425. تمام. يعني اعتقد ده سعره يعني ثمنه فيه بصراحه. ده لو حد عنده مشاكل يعني ماشي. طيب هناخد ايه؟ في بقى ايه اللي بيشتغل على كل الكلام ده عشان يثبته، سواء السوبرا كولر او الستيك او الديرما كوموفلاش. اللوس باودر. تمام. اللوس باودر على نوعين، نوع واتر بروف ونوع خفيف او شفاف. تمام. ده يبقى مكتوب عليها اهي او الخامه بتاعتها كده. بصي انا على ايدي في الوان كتير. اعمل كده تحسي ان المكان ناعم وثبت. يعني دي شفافه. دي شفافه ملهاش لون. لا ماشي. يعني لو واحده مش عارفه مثلا درجتها ممكن تجيب وهو عاده بالظبط اللي بيحصل كده. نادرا لما بناخد لوس باودر فيها الوان شفافه. دي افرض انا غيرت كريم الاساس بتاعي، هضطر اشتري لوس باودر تاني. لا هي بتبقى حاجه شفافه بتمشي على كل الدرجات. حلو ده. ماشي. وفي درجات ايه تانية برضو؟ يعني في بقى في اللي بيبقى غامق كده، لان احيانا مثلا بيبقى حد غامق لون بشرته غامق، فلازم اديله حاجه زي كده. يعني في كل الدرجات يا مدام. بالظبط. ماشي. ده بالنسبه للي هي اللوس باودر اللي هي الشفاف. ماشي. وهوريكي برضو شكل ابوتها بيبقى عامل ازاي. ده شكل العلبه بتاعتها يا بنات. بالشكل ده. تمام. بيجي معاها فرشه او لا احنا بناخد يا اما على حسب ما انت حابه تحطيها بسبونج تحطيها بفرشه زي ما انت عايزه، يعني لكن هي بتنزل لوحدها. اوكي. طب دي سعرها كام؟ دي عامله 360. ماشي. على فكره فعلا اسعار والله الكريولان بالنسبه لحجمها حلوه جدا، يعني فعلا بتعيش معاكي. في بقى اللي هي الفاكسير باودر او الواتر بروف باودر. طب ايه فرقها يعني عن الخفيفه؟ دي اتقل شويه ودي واتر بروف. طبعا دي بتناسب الديرما جدا وبتناسب معظم شغله على حسب حاله الجو برضو. اني اللي بتناسب الديرما دي؟ طبعا
بتبقى تقيله، بتحسي بيها يعني ملمسها بيبقى اتقل شويه. ايوه فبتحسي بيها. ايوه. طب لو واحده مثلا نزلت البسين بيها ينفع؟ مفيش اي مشكله مع الديرما، او نحط كمان حاجه تانية مع الديرما اللي هي دي يا بنات. في الفاكسير سبراي لما بنحط كل الكلام ده بتنزل بيه ميه، مفيش اي مشكله خالص. اوكي. وفي برضو يا بنات درجات كتير يعني. تمام ماشي. نفس السعر؟ لا دي هتبقى اغلى شويه، دي 400 جنيه. ايوه عشان تغطيتها. ده شكل العبوه بتاعتها. ماشي. شيك قوي العلب بتاعتها. تمام ماشي يا مدام ايمان. هنخش بعد كده على ايه؟ في بقى من الديرما الدرجات كلها حجم واحد ما عدا الاورنج والاخضر. الميزه الاساسيه ان هم معمولين حجم صغير. ايوه. يعني الاخضر احنا عارفين ان هو للحبوب. الحمراء اي حمار في الوش. بالظبط. والاورنج هيبقى شكله كده، هوريه في الحجم على طول عشان طبعا منطقه العين. ايوه الهالات بقى وكده مشهور قوي. ميزه ان معمول حاجه بالحجم الصغير ده عشان لو اي بنت حابه تستعملها بشكل يومي. حلو ده. اوكي. طب الاسعار ايه؟ ده 225 الصغير. تمام. بس اعتقد ان الاسعار ما زادتش. انا كنت فاكره ان ده، انا كنت سائله عليه من فتره يعني مش بعيده برضو، كان في حدود 200 كنت سائله عليه، او كنت شايفاه على النت اونلاين 200. زي ما بقول لحضرتك في كريلان في طريقه للارتفاع في خلال ايام. هيزيد يعني الصوره مثلا 400 هتوصل 450، الديرما 425 هتبقى 475 وهكذا. يعني على كل براند 30 بالظبط يعني حاجات بسيطه. ماشي يا مدام. في بقى عندنا حاجه تانية بعد كده، حاجه اسمها كيك ميك اب. اللي هو ايه؟ عارفه موضوع البودره المائيه؟ البودر المائي. تمام. ده كيك ميك اب بس ده مش هلط على البشره. ده ما ينفع خالص. ما هي بقى ده الحاجه كويسه، لان طبعا براند كريولان ما بيعملش حاجه اي كلام. غير بقى الموضوع المنتشر التاني بتاع البودره المائيه. الفكره ان في ناس بتحب تحس انها حاطه حاجه ما بتتحركش من على البشره. وفي نفس الوقت تقول لك انا مش عايزه احط بودره واحط كريم، اساسا انا عايزه حاجه واحده. وده طبعا بيبقى اسهل. ده مهما انا ضغطت عليها مش هتديني حاجه، لما بتتعمل بالميه بتتحول تماما. دي باودر، هي كيك باودر وفاونديشن. بالظبط كده. بحطها في خطوه واحده، الاثنين في خطوه واحده. بس هي ما تديش يعني مهما عملت كده ما تدينيش الكثافه بتاعتها. لازم تاخد السبونج يبقى متندي ميه بسيط جدا واروح حاطاه. اوكي. ودي درجاتها يا بنات هتبقى مريحه جدا بالنسبه للصيف. بالنسبه للصيف. تمام. دي يا بنات درجاتها يعني فيها كل الدرجات تقريبا، الفاتح الغامق، صح يا مدام ايمان؟ تمام. حلو ده. طب شكل العلبه بتاعتها ايه؟ اصلا البنات اول لما بيسمعوا كلمه باودر مائيه بيخافوا يكشوا. لا مش في كريولان. واكتر من براند على فكره عامل الفكره دي، حتى قال لهم سيبل ومش مضر ابدا. غير موضوع اللي مكتوب عليها السمر كيك دي كارثه. هي دي اللي وحشه جدا. طب كويس ان انت قلتي البنات. ماشي. لان للاسف دي بتسبب حروق على البشره. كتر استعمالها بيخلي الوش درجاته تتغير. تمام ماشي. طب سعرها كام؟ دي 350. ماشي. هنخش على ايه بعد كده؟ الايتم برضو مهم عايزه اوريهولك. ايه ده بقى؟ ده البرايمر. البرايمر ده القطر اندر بيز. ده البرايمر. طبعا بقى حاجه منتشره في السنتين اللي فاتوا دول بشكل غير طبيعي. ايوه وماركات واسامي وحاجات كتير جدا. ده البرايمر. ده من ضمن البرايمرات بتاعته، لان هو عنده حاجات تانية. عنده كذا برايمر؟ في اكتر من نوع. في المط بتاعه ممتاز جدا، في منه حاجه للعين. طب هو ايه الفرق ما بين ده والتاني؟ يعني ده البشره ايه؟ ده ممكن نقول كل سكين تايبس، ينفع كل البشرات. تمام. المط بيبقى عايز بشره دهنيه فيها مشاكل عشان طبعا يثبت. تمام. حلو ده. ماشي يا حبيبتي. طب ده سعره كام؟ ده 350. تمام. البنات بتحب تعرف الاسعار عشان هم جايين يكونوا عاملين حسابهم. يعني انا هعمل لهم مفاجاه لما يجوا في الاسعار حبيبتي. ده اكيد يعني عشان خاطرك يا مرمر طبعا. حبيبه قلبي ربنا يخليكي يا مدام ايمان. طيب في عندنا حبيبتي. بعد كده حاجه اسمها جيل لاينر. ايه بقى؟ برضو انت اكيد عارفه ان دي حاجه منتشره جدا. اللي هو جيل اللي اقدر ارسم بيه عين او حواجب، وفي الوان بيبقى بالشكل ده. وممكن في منه اسود وفي من طبعا هو معمول الوان عشان كده. وميزه كريولان كان عنده درجات كتير جدا موجوده، بس معظمها طبعا ناقص. هو ده بس الاساسي ده جراي. الاساسي في الاستعمال البني والاسود. وهو ده ينفع يتحط على الحواجب؟ لا مش ده اللي ينفع يتحط على الحواجب. منه الاسود او البني. ده جراي. ينفع ايلاينر. هو اسمه جيل لاينر. ينفع استعمله عين وحواجب بس على حسب اللون طبعا. يعني ده ما ينفعش يتحط حواجب. صح. ما برضه بس تمام ماشي. ده بيبقى شكل العبوه بتاعته كده.
بالشكل ده، لكن نفس الشكل ده صح كده؟ بالظبط. ماشي. بيبقى مكتوب عليها برضو جل لاينر بالظبط. ماشي. طب سعرها كام؟ جل لاينر كريولان 225. اوكي تمام. في بقى برضو الحاجات المهمه جدا في كريولان الكونتور. ايوه الكونتور ده، الكونتور ده ده اللي في يا اما سيركل يبقى كله كونتور بدرجاته كامله فظيع، وده بيناسب الناس اللي بتشتغل طبعا في الموضوع الميك اب ارتست. في ده بيبقى بالشكل ده فظيع بيبقى فيه كل الدرجات اللي انا محتاجاها، فاونديشن وكونسيلر وكونتور واضاءه. وطبعا بيبقى هنا دي بتتغير بقى، ساعات تبقى بني، ساعات تبقى اخضر، ساعات تبقى بيج، على حسب. طب على حسب ايه بقى؟ مش فاهمه. لا بيبقى فيه سيركل مختلف، يعني انا احتياجي ايه. عايزه اللي أوكي. فيها اخضر عشان انا عندي حبوب حمراء، ولا عايزه اللي فيها على بني عشان انا عندي هاله غامقه، على حسب ما انت عايزه. حضرتك قصدك على الدايره اللي في النص. بالظبط. انما باقي الالوان تقريبا حاجه واحده. تمام. ما عدا دي اللي هي طبعا فيها الكونتور كلها كونتور. ودي طبعا تنفع لجميع انواع البشره، وهي بقى تختار الدرجه اللي هي عايزاها. حلو ده على فكره فظيعه بجد، عن تجربه تجنن يا بنات. بكام يا مدام ايمان؟ ده 450. ماشي. في بقى برضو تانية منه، ده كوريكتور. ايوه كوريكتور حل مشاكل كل الحاجات دي. كل حاجه ليها حاجه. ايوه. ودي حاجه مهمه جدا. في احيانا الناس تهتم بالموضوع ده، او طبعا الميك اب ارتست ده اساسي بالنسبه له. احنا عندنا هنا الدرجتين، طبعا الاورنج معروف ان هو الغمقان اللي موجود في العين. الغامق بتاعه هيبقى للبقعه البني الموجوده في البشره. لا الدرجه دي اول مره اشوفها، اللي هي على علم بيتي دي موجوده الناس بيبقى عندها نمش اوكي او بقع. ايوه ماشي. وده طبعا للاحمرار. هرجع لده، ده للوش الباهت. ايوه تمام. وهنا ده للعروق اللي هو لون الموف. بالظبط. للعروق اللي هو او تفر هم هيلاقوها العكس، انا شرحها كده عندي على البيتش. تمام. اوكي. ده الفينش ميك اب، ده الاضاءه الكريم اللي أيوة. بتنور منطقه العين، او انا عايزه احطها على العظمه بتاعه الخد على حسب ما انا عايزه. تمام. نفس السعر. نفس السعر. حلو ده فظيعه بجد. على فكره كل الميك اب ارتست اساسا بيستخدموا حاجه كريولان، يعني ماركه معروفه. في بقى حاجه تاني كده. احنا عارفين ان الديرما كل لون لوحده. طب انا لو عايزه باليت على بعض يبقى فيها اللي انا عايزاه. هي دي الديرما يا بنات اللي احنا قصدنا عليها. في منها بقى باليت يعني يكون في كذا لون بالظبط. فدي بتبقى طبعا عمليه اكتر. طب وهي الدرجه دي مالها؟ دي اقدر استعملها للعين، تديني بديل اورنج. بدل ما اشتري الاورنج لوحده تديني بديل اورنج. اوكي حلو ده. ومعاها الاخضر، ومعاها درجات كوريكتور لو في فحر في البشره، لو حته غامقه، لو انا عايزه استعملها كونسيلر، لو يعني نفس فكره دي يا مدام ايمان، بس ده اتقل شويه. بالظبط. حلو ده. ماشي ماشي يا حبيبتي. بكام؟ دي 400. اوكي. طيب في كده عندنا الالواش، السيركل بتاع الروج. والروج فيه اشكال كتير جدا في كريولان. يمكن ده اللي متاح عندي حاليا، اللي هي سيركل روج. اوكي. على اختلاف درجاتها. في منه بيبقى باليت 5 درجات مع بعض. هي دي بتلمع صح؟ معظمها مط، اللي جوه ده اللي جلوس اللي في النص. اوكي. لكن هي ما بتشال بالفرشه، بتبقى ممتازه وثابته جدا على الشفايف. ماشي. في منه اشكال طبعا كتير، كان نفسي تكون موجوده واوريها لك، بس للاسف هو ده الشكل الموجود دلوقتي. ماشي ماشي يا حبيبتي. سعره كام؟ ده 350. تمام. اوكي. طيب الديرما طبعا عشان ناجحه، فناس كتير حبت انها يكون فيها حاجه سايله. يعني نعمل الفكره دي ازاي؟ فكريولان عملت حاجه زي كده، الديرما ليكويد بالشكل ده، فلويد كوموفلاج فلويد. ده عشان اقدر استعمله على البشره كلها لو انا حابه. لا معلش فهميني اكتر عشان مش فاهمه. طيب احنا قلنا ان الديرما هنا تقيله، فصعب ان انا اوزعها على البشره كلها، انا باخدها للمشاكل اللي موجوده عندي. وطبعا الحاجات دي ما تنفعش كل يوم صح؟ لا هنا صعب كل يوم. اوكي ايوه تمام. هنا صعب كل يوم، الا لو زي ما قلت لحضرتك ان حد المشكله قويه جدا وبتقرقه، فلازم هيحطها طبعا كل يوم. ماشي. لكن بالنسبه لدي اقدر احطها كل يوم للبنات العاديه بالظبط. ده لان هي بتبقى ليكويد بالشكل ده، ناعمه وسهله ان انا اوزعها اهي، ما فيهاش صعوبه. وفي منها درجات بتحول لمط في ثواني وما بتروحش من على البشره خلاص. يعني ده فونديشن بيتحط فوقيه باودر بقى وكده، بس تسمى كوموفلاج فلويد. ايوه. احط هو فونديشن، هو احط اللي انا عايزاه بقى على بشرتي، بعد كده اكمل مكياج عادي جدا. تمام. بس في منه درجات؟ في درجات. طب حلو. في بقى درجات، في منه درجه كونتور زي دي. هو الوانه بقى مش كتير للاسف، هم عاملين حوالي 6 درجات. تمام. ده المتاح عندي دلوقتي.
من ضمنها برضو ان دي درجه كونتور. خلي بالكم يا بنات الدرجات فوق اهي، يعني نفس ده صح كده يا مدام ايمان؟ بالظبط. ماشي حلو ده. تمام. طب سعره كام؟ ده 350. اوكي ماشي. الميك اب ارتست اللي عندي اكيد هينبسطوا بالستاند ده قوي. هنخش على ايه بعد في كده؟ عندنا بقى حاجه اسمها كيك ايلاينر. يعني ايه كيك ايلاينر ده؟ ده اقدر ارسم بيه عين وحواجب. عين على اساس وحواجب. يعني اقدر احطه زي الايلاينر واقدر احطه للحواجب. ده مهما انا برضو ضغطت كده مش هيديني حاجه، ده لازم يتحرك على الفرشه بنقطه ميه. ايوه اوكي. هو ده الستايل القديم قبل ما يطلع الجيل لاينر. ايوه قبل ما يطلع ده. تمام. وعلى كده في ناس ما زالت تستعمله بتحبه، لان طبعا ثباته غير طبيعي، ما بيطلعش فعلا. ودي درجاته بس؟ هو بينزل بلاك وبلاك براون وبراون، 3 درجات بس. تمام. هو واضح عندي في الكاميرا ان الثلاثه لون واحد عشان لون لكن في الحط فعلا بيفرقوا. يعني مثلا دي درجه اهي البلاك براون. بتكون مكتوبه فين الدرجه؟ ده بلاك براون. ماشي. دي العلبه بتاعتها يا بنات. ده بيبقى شكلها كده. وضحت هنا شويه. ماشي تمام. طيب سعره كام؟ ده 150. 150 ماشي. في عندنا بقى شادوهات. شادوهات ماشي. شادو يا اما بيبقى الفيفا ده فيه لمعه خفيفه، وفي منه اللي بيبقى مط. ده السبريت اللي هو كل لون لوحده. وطبعا عايزه اقول لك البيجمنت بتاع الشادوهات بتاع كريولان فظيع، ملوش حل بجد. طيب يعني انا لو خدت تاتش اللون اهو، بصي مش محتاجه اضغط عليه. اوكي. بيديني على طول الدرجه بتاعته فان ستيب. يعني هي غير دي ما اضغط على الدرجه نفسها. هي دي كل الدرجات؟ تمام. ديت اللي فيها لمعه بتقولي؟ بالظبط. ممكن بس اوريها لهم من اهي يا بنات. هي دي الدرجه، دي كل الدرجات اللي موجوده اللي فيها لمعه، وديت اللي ما فيش فيها لمعه. هي بتيجي كلها في علبه واحده يا مدام ايمان؟ لا ده كل لون لوحده اهي. كل لون لوحده؟ العلبه اهي. كده كل درجه لوحدها. كل لون لوحده بالشكل ده. بس درجاتها حلوه قوي قوي يعني. كمان الخامه حلوه قوي يا مرمى. هي دي الميزه يعني. انا ما كنتش اعرفه بصراحه. لا. تمام. بتعلم اهو في الفيديو. طب بكام يا مدام ايمان؟ ده ب 150 برضه. 150 تمام. في عندنا برضو نفس الفكره دي موجوده في البلاش. عايزه اقول لك ان الشادوهات دي فيها باليتات فوق ما تتخيلي. يعني ايه؟ مثلا على سبيل المثال باليت كده، يعني بدل ما تبقى كل لون لوحده، افرض انت عايزه مجموعه مع بعض. ما انا بالظبط كنت عايزه اقول لك كده، بس افتكرت ان كريولان ما عملتش. لا كتير، هي متميزه بالموضوع ده. ايوه كده. ده باليت شادو. ايوه كده. هو ده الكلام. على اختلاف درجاته. هو ده الكلام. ونفس الخامه اللي هنا في هنا درجتين بيلمعوا اللي هم بيتحط فيها، بيطلب دايما يبقى فيه مط وفيه شاين في نفس الوقت. تمام. طب ديت ايه بكام؟ دي عامله 1500. طبعا ده يعني والله العظيم سعرها حلو جدا يعني. ده بيبتدي من اول الترين 3 درجات مع بعض لغايه ما بيوصل للحجم ده. ايوه اوكي تمام. البلاشر بقى برضو خامته ممتازه جدا. ده البلاشر. بس ايه ده؟ هو في بلاشر هيكون شايني حاجات كده؟ تمام. دي الدرجات يا بنات بتاعت معظمها مط برضو. معظمها مط. تمام. يعني يا بنات فيها كل الدرجات، يعني انا شايفه ان كل الدرجات موجوده. تمام ماشي يا مدام ايمان. زي ما في الفردي برضو في البلاشر في منه باليت. طب ما ده حلو. بس برضو ده بيستفيد بيه الناس اللي هي الميك اب ارتست. ده باليت بلاشر. والله يا مدام ايمان دلوقتي كل البنات حتى لو مش ميك اب ارتست بيجيبوا وبيحطوا وبيحبوا الميك اب، ويعني خلاص زمان كان ميك اب ارتست بس دلوقتي لا كله. تمام. ديت الباليت بتاعت البلاشر نفس السعر بتاعت الاي شادو. بالظبط كده. 1000 وكام؟ و300؟ 1500. 1500 تمام. وبرده في منه لوحده. هو ده هنا كده كل لون لوحده. تمام. والبلاد بتبقى في ست على بعضها كده. اوكي. طيب ده ايه؟ في حاجه بقى عندهم اسمها جلو جلامور، اللي هي احنا دلوقتي بقينا بنسميها هايلايتر. هي بنات جلو جلامور. اوكي. جلامور جلو. طبعا كريولان عاملها من سنين طويله بدرجات، اللي ممكن استعمل منها بلاشر برونز، ممكن استعمل على روز، ممكن احطها باودر او احطها هايلايتر. اوكي. ويبقى شكلها
هي دي ينفع احطها بلاشة وفي نفس الوقت فيها جلو على البشره، بتعمل داي. دي بيبقى معاها ممكن البرش الصبح بتاعها. او ممكن برضو لو واحده رايحه فرح او دي حاجه. ميزه، وممكن الصبح ميزتها لان مش جليتر. ايوه يعني بقى احنا دلوقتي داخلين على يعني الصيف فكره بقى الجلو ان هو يعمل داي على البشره من غير ما يكون فيه جليتر. حلو ده. وفي منه بقى بدرجات درجات يعني كل الدرجات دي موجوده بالظبط. اهي يا بنات هوريها لكم برضو. بسم الله. اهي دي كل درجاته. يا رب بس يا بنات تكون واضحه عندكم. البنكي والبني الحلوه جدا دي. اللون ده استعمله كومباكت باودر، استعمله هايلايتر كنت لسه اقول لك. حلو ده تمام. دي العلبه بتاعته. دي العلبه بتاعته صح؟ اللي احنا شفناها دي. دي ماشي تمام خلاص. دي سعرها كام؟ ده عامل 360. 360 ماشي. طيب في حاجه تانية عندنا كريملان اسمها دوال فينش، اللي هي بما معناها باودر فاونديشن بالشكل ده. تمام. ويبقى فيها السبونج بتاعها. دي ممكن تتبل او تستعمل على الدراي زي ما انا عايزه. تمام اوكي. يعني ينفع الاثنين. يعني احيانا بنوته تقول لك انا عايزه باودر بس احس انها تقيله موجوده على بشرتي ما تروحش. تبل. طبعا ده هيبقى افضل حاجه. لا ممكن تحطها كمان من غير ما تبلها. دي ميزتها. اوكي تمام. ودي العلبه بتاعتها ماشي. وده اسمها، هي اسمها دوال فينش، ودي موجوده في 4 درجات بس. اللي هي كام وكام وكام وكام؟ W1 و2 و3 و4. يعني يعني واحده فاتحه لواحده غامقه. بالظبط. ماشي حلو ده. طيب سعرها كام؟ ده 400. 400 تمام. في ايه تاني في برضو حاجه مميزه جدا في كريولان اللي هي الجلامور جليتر. بالشكل ده. ده عايز افرح بقى. ده المقابل بتاعه بقى موجود في ماك، موجود في فوريفر وباسعار رهيبه. اوكي. هنا في كريولان سعره كويس جدا وخامته ممتازه. ده بيتحط بقى لما على الجسم. ممكن ميزته بقى ان انا اقدر ازود بيه الوان الشادو بتاعتي. ممكن ازوده في زاويه العين، ممكن استعمله هايلايتر لو انا في حاجه سواريه. يتحط في مناطق معينه. ممكن يتحط على الجسم. مفيش مشكله. يدي كده تمام. ولو انه في كريولان حاجه اسمها بادي باودر بس طبعا اضاءتها مش قويه كده. تمام. ده من اشهر درجاته السيلفر والجولد اللي كل البنات عندي بتحبه. يعني انا ما بدخلش باقي درجاته الحقيقه. في منه على بيستاج وعلى روز وعلى موف للي حابب يعني. تمام. لكن الاساسي بتاعه بيبقى طبعا السيلفر والجولد. حلو ده. طب سعرها كام؟ دي 200. طب العلبه بتاعتها نفس الشكل بالظبط كده بقى بالشكل ده. حلو ده تمام. تسلم ايدك يا مدام ايمان يا حبيبتي، ربنا يخليكي. طب هنخش على ايه؟ على طب احنا كده خلصنا كل الميك اب. في بقى بعض حاجات برضه عندنا هنا الشادو. في نوعين منه. في سباركل كده اللي هو ايه يعني شادو لوس برضه. لوس. احنا هنا الجليتر، اللون جليتر عباره عن جليتر. لكن هنا اللون باللمعه بتاعته. ايوه فهمتك. فكرته كده. اوكي تمام. بس طبعا دي افراحي خالص. يعني صعبه تتحط الصبح عشان بيبقى فيها يعني كل دول افراحي. بالظبط. تمام. ده اهو الجل اللي كنا بنتكلم فيه قبل كده، الجل لاينر. ايوه بس ده لون بني. بالظبط. في درجات. اشهرهم في كريولان الاسود والبني. تمام حلو ده. طيب في ايه تاني قولي؟ في بقى الديرما برضو، ده من ضمن الحاجات المعموله. انا مش عايزه اشتري عبوه كبيره دي، اخد عبوه ديرما واخد عبوه لوز باودر. بعمل بادجت كبير في السعر. طيب انا عايزه حاجه عمليه عشان انا اللي هستعملها. فتعمل حاجه بسيطه كده. دي درجه ديرما اهي. ايوه تمام. ودي اللوس التثبيت بتاعها. الله. يعني ايه ده؟ يعني معلش يا مدام ايمان، مش احنا يعني قلنا ان الديرما كوموفلاج بيتثبت باللوس باودر؟ تمام. يعني اتعمل في واحده بس كده. طب ما دي حاجه حلوه قوي. انا قصدي يعني دي مثلا 400 جنيه ودي 400 وشويه. لا طب انا اخد دي في خطوه واحده، دي عامله 250 جنيه. الله. بتاعت استعمالي استعملها يعني بقى. بالظبط. حلوه جدا دي. طب في منها درجات ايه قولي لي؟ يعني في منها حوالي 6 الوان. 6 درجات اللي موجوده فيها. طب حلو. يعني فيها كل الدرجات. درجه اللوس باودر ثابته. يعني مثلا دي درجه دي 3 اللي هي موجوده هنا اهي. اللي هي على مصفر شويه. هم الحقيقه يعني اختاروا احسن درجات وحطوها في الصغيره دي. أيوة. اللي هي اكثر تداولا يعني. ايوه فهمت. حلوه قوي مدام.
دي قوي تنفع للبنات العاديه يعني. بالظبط، انا عايزه استعملها كل يوم وعايزه حاجه رينجها ما يكونش عادي، تبقى معقوله ده يعني. 200 وحاجه، دي حاجه حلوه يعني. تمام. طيب هنخش على ايه بعد كده؟ في على بقى الفرش بقى. عايزه اقول لك ان كريلان طبعا الفرش بتاعته حلوه جدا، ولو ان اسعارها بقت وحشه قوي. لكن الطقم ده بصراحه حلو، سعره حلو. طب قولي لي بقى في ايه يعني، دي ايه يعني؟ يعني دي فاونديشن، تمام. كونتور. الكونتور زي الكونتور المفتوح اللي هي الكبيره، دي كونتور اقل لو انا عايزه اعمل منطقه النوز بتاعتي. تمام. هنا في شغل تحت العين، دي فرشه دمج، دي اساسيه كلنا بنستعملها دلوقتي. تمام. وهنا دي للروج. وهنا دي اقدر اعمل بيها شادو، يعني فيها كل حاجه الى حد ما يعني. انا وانتي نقدر نستعمل حاجات بسيطه زي كده. طبعا الميك اب ارتست بيبقى عايزين حاجات اكتر شويه. اكيد. تمام. طب ودي طبعا الباكج بتاعتها، الكيسه الشكل بتاعها بكام دي؟ طيب دي 390. حلو ده. السعر ده خاص بيا على فكره والله. يعني من يعني بره 450. اوكي تمام. والله حلو ده. بعد كده ايه؟ طبعا من الحاجات المهمه جدا في كريولان الفيكسنج سبراي. ايوه، فيكسنج سبراي ومعمول من الديرما، يعني حاجه قويه جدا وثابته جدا، وميزته ان هو بيطلع رذاذ خفيف زي الهواء، مش ميه تبوظ الميك اب. ده فينش ميك اب، يعني بعد ما نخلص الميك اب خالص اعمل ضخ على البعد 5 سم كده والعين مقفوله، اروح عامله رشه واحده عشان يثبت الميك اب. عشان يثبت. تمام. ده لو انا هقعد 12 ساعه او حتى 20 ساعه او يوم كامل بالميك اب استحاله يتحرك من على البشره. يوم كامل؟ دي حقيقة. اوكي. طب هو ايه الفرق ما بينهم، ولا هما 2 واحد؟ لا الاثنين واحد. الاثنين واحد. هو بينزل بس منه حجم كبير، بس ما بقاش متداول دلوقتي. ده عملي شويه، ده 250 مللي. تمام. طب ده ايه؟ لا وكمان في SPF 20. بالظبط. ده يعني دي كمان ممكن تحطه الصبح يعني. زي ما بقول لك يعني استعمالاته كتير، وزي ما قلنا ده شريك اساسي مع الديرما كاموفلاج اللي بخبي بيها اي مشكله عندي موجوده في الجسم. حلو ده. طب سعره كام يا مدام ايمان؟ ده 400. تمام، لطيف قوي. ماشي. طيب هنخش على الفرش. اوكي. طبعا الفرش على اشكاله، في عندي مجموعه تانية يعني مثلا دي لوحدها، دي فرشه فاونديشن، ودي فرشه هي دي اوكي. طيب في فرش كتير تانية. في فرش تانية ممكن ابديكي صوره كامله ليها يا ماما تنزليها على الشانل. ماشي حاضر. طبعا دي شعر طبيعي لو قعدت 20 سنه معاكي. نعم. دي اللي بعمل بيها البلاندنج على البشره، اوزع بيها كريم الاساس. وبعدين معروفه قوي اللي هي بتبقى اللونين دولت، الابيض والاسود يعني تمام. حلوه دي. طب بكام دي؟ دي عامله 350. 350. وفي بقى الفرشه العاديه يا بنات اللي هي دي برضو ممكن استعملها فاونديشن او كونتور. ينفع كونتور؟ تنفع، بتحدد يعني. بالظبط. حلو ده. او لو بشره صغيره وعايز تعمل فرشه قليله انها توزع بيها الفاونديشن بتاعها تقدر تستعملها. تمام. برضه نفس السعر؟ دي اقل. دي 450 اكتر. 450. تمام. في ايه تاني؟ في السبونشات دي. سبونج ده بتاع اللوز باودر. طبعا عشان ما بينزلش جوه العبوه نفسها. سبونج زي ده فبيتعمل لوحده. حلو ده. وفي برضو منه للفاونديشن. تمام. طب والابيض ده ايه؟ هي ده حاجه تانية برضو لوز باودر. ماشي. لكن هي دي الاساسي. ماشي. اهي يا بنات دي شكلها، هي دي بيكون شكلها. وفي بقى دي. ايوه انا كنت جايباها من عندي. دي بتاعت الفاونديشن. كان بينزل اول منها باكت صغير بس مش متوفر دلوقتي. ده الباكت الكبير، هما 6 تبقى مقسومه مثلثات من جوه بالشكل ده. ايوه دول 6 مثلثات وبتتغسل عادي يا بنات وبتنضف وبتبقى حلوه قوي، فظيعه. دي كانت عندي، انا كنت جايباها من هنا من سنه تقريبا، وكانت يعني تجنن معايا. تمام. طب دي سعرها كام؟ دي 65. حلوه دي. وديت 35 صح؟ مكتوب عليها دي يا بنات اللي هي 35. ماشي حبيبتي. في حاجه تانية في كريولان ولا؟ في ممكن الكونسيلر بقى العادي. ده اللي هو الليكويد بيبقى برش كده، وفي منه درجات. ده عشان طبعا نتيجه لثباته فاتعمل منه حاجه ليكويد كده.
ايوه اوكي، عشان يبقى بتاع زي اي براند فيه كونسيلر، تمام وتقدر اي بشره او اي عين تحطه، مفيش اي مشكله خالص. هو بدرجات طبعا. تمام، يعني في منه جميع الدرجات او يعني معظم هما الدرجات؟ تقريبا 4 درجات. تمام. وده بيبقى شكلها كده، شكل العبوه بتاعته بالشكل ده. ايوه ماشي، شكله شيك قوي القلم. حلو ده. طب سعره؟ ده 175. تمام. في حاجة تانية في كريولان ولا؟ وفي حاجات كتير يعني بس هو ده البيزك بتاعه، يعني دي يعني اهم الايتمز اللي موجوده فيه. لكن هو طبعا لو اي بنوته حابه تخش على السايت بتاع كريولان في المانيا، هتلاقي ان هو في حاجات عنده حاجه اسمها جهاز اير برش، جهاز يوصله بيطلع وليه سائل كده، بتحط كريم اساس بيطلع الفاونديشن بالرذاذ. ايوه زي رذاذ ايوه الميه. ايوه انا دي من حاجات البروفيشنال شويه. ايوه صح، شفت عنده حاجات تانية، عنده اللزق بتاع المستاش، ان انا عايزه اركب انا بركب شعر. عنده حاجات، عنده رموش، عنده لزق رموش. طب بس الحاجات دي مش موجوده هنا؟ لا يعني انا قصدي الميك اب، هو ده الميك اب بس بالظبط. ايوه انا كان قصدي على كده، يعني دي الحاجات الحاجات ان هو عموما مليان حاجات فوق ما تتخيلي مرات. حلو ده. حبيبتي تسلم ايدك يا مدام ايمان، تعبناكي معانا. خلاص كده يا بنات، هو ده الستاند يعني كامل في محل ست الحسن. زي ما قلت لكم هسيب لكم العنوان وكل حاجه. اظن ان الاسعار يعني ما زادتش كتير والله يا بنات عن زمان، يعني ما زادتش، وهي مدام ايمان بتقول ان هتزيد كمان يومين، ف يعني اللي حابب بقى يلحق يجيب اي حاجه فيجي المحل ويجيب. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.